أهلا بيكم يا شباب. أنا مستر ريمون حنا، والنهاردة مع بعض يا أولاد هنحل الامتحان السادس اللي موجود في صفحة 36 من كتاب المعاصر المراجعة النهائية Final Revision. تعالوا نبتدي بالسؤال الأول. هنسمع دلوقتي قطعة بالإنجليزي، تسمعوها كويس وتترجموها في دماغكم كويس قوي، وبعد كده نبتدي نحل عليها الأسئلة. تعالوا نسمع مع بعض. I love camels. I love camels. They are very important animals in Egypt. They are very important animals in Egypt. They are strong and they can carry people and things to cross the desert. Their milk is delicious and we can use their fur to make clothes. تعالوا بقى نترجم القطعة مع بعض. I love camels. أنا بحب الجمال. They are very important animals in Egypt. يعني هم بيكونوا حيوانات مهمة جدا في مصر. They are strong. يعني هم بيكونوا أقوياء. And they can carry. يعني هم بيقدروا يشيلوا أو يحملوا people and things. الناس والأشياء. To يعني لكي. cross the desert نعبر الصحراء. Their milk يعني اللبن بتاعهم is delicious بيكون لذيذ. And يعني we can use احنا بنقدر نستخدم their fur الوبر بتاعهم او الفرو بتاعهم to make عشان نصنع clothes ملابس. دلوقتي بقى تعالوا نحل الأسئلة. تعالوا نقرا الجملة نمبر 1. بيقول لي ايه؟ camels are يعني الجمال بتكون weak يعني ضعفة. ايه ده يا مستر؟ مش ويك يعني اسبوع؟ لا، كلمة ويك اللي هي فيها حرفين اي دول هي اللي كلمة اسبوع، لكن دي فيها اي تبقى ويك، نفس النطق بس الحروف بتختلف. ويك دي اللي قدامنا بمعنى ضعيف. الجمال بتكون ضعيفة؟ لا طبعا. طب الجمال بتكون سترونج أقوية؟ صح. ولا بتكون سمول صغيرة في الحجم؟ كلمة سمول يعني صغيرة في الحجم. ولا كلمة يونج يعني صغيرة في السن؟ كلمة يونج يعني صغيرة في السن، يبقى كلمة سمول يعني صغير في الحجم، كلمة يونج يعني صغير في السن. الجمال بقى بتكون ايه؟ الجمال طبعا بتكون strong. camels are strong. نيجي للجملة التانية. camels can carry يعني الجمال بتقدر تشيل people الناس and things والأشياء. to يعني لكي. ايه the desert؟ ايه الصحراء؟ عشان plant تزرع الصحراء. plant يعني تزرع. ولا build the desert؟ build يعني تبني الصحراء. build يعني تبني. ولا cross يعني تعبر. cross يعني تعبر. ولا break يعني تكسر. break the desert تتكسر الصحراء. طبعا الجمال بتقدر تشيل الناس والأشياء عشان cross the desert تعبر الصحراء. camels can carry people and things to cross the desert. يبقى الإجابة الصح هي كلمة ايه؟ cross. طب نيجي للجملة نمبر 3. camels الجمال وحط apostrophe كده، يبقى الحاجة اللي هتيجي بعديها بتاعت الجمال. ايه اللي بتاع الجمل؟ is very delicious بيكون لذيذ جدا. يعني حاجة بتاعت الجمل بتكون لذيذة جدا. يا ترى ايه هي؟ الفير
الفروة بتاعت الجمل او الوبر بتاع الجمل هو اللي بيكون لذيذ جدا، ولا الميلك ميلك اللبن بتاع الجمل، ولا الووتر ووتر المية، ولا الهامب هامب الصنم بتاع الجمل؟ عارفين كده ظهر الجمل كده وهو طويل وجاي كده على شكل هضبة، ده اسمه هامب هامب الصنم بتاع الجمل. ايه بقى اللي بيكون لذيذ في الجمل؟ طبعا الملك بتاع اللبن بتاع الجمل. يبقى camel's milk لبن الجمل is very delicious، لبن الجمل بيكون لذيذ جدا. طب نيجي للجملة نمبر 4. we can use احنا بنقدر نستخدم their ايه يعني ايه بتاعهم to make عشان نصنع clothes. هو ايه اللي في الجمال نقدر نستخدمه عشان make clothes عشان نصنع هدوم او نصنع ملابس منه؟ يا ترى الملك بتاعهم اللبن بتاعهم، ولا الفيت بتاعتهم فيت يعني الرجل بتاعتهم، ولا الفير الوبر بتاعهم او الفرو بتاعهم، ولا نويزز يعني المراخين بتاعتهم؟ طبعا احنا بنستخدم الفير بتاع الجمل their fair الوبر بتاعهم او الفرو بتاعهم to make clothes عشان نصنع هدوم او ملابس منها. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال التاني، سؤال الاختيارات. نبتدي بالجملة نمبر 1. sun يعني الشمس، wind يعني الرياح، and ايه are بتكونوا renewable energy يعني متجددة، energy يعني طاقة، sources يعني مصادر. يبقى الجملة على بعضيها مصادر الطاقة المتجددة renewable energy sources مصادر طاقة متجددة. الشمس والرياح وايه بنعتبرهم من مصادر الطاقة المتجددة. هو يعني ايه مصادر طاقة متجددة؟ يعني مهما اخدنا منها طاقة ما بتخلص. يا ترى الويف يعني طاقة الامواج. عارفين امواج البحر ممكن بناخد منها طاقة، يبقى ويف يعني طاقة الامواج بتاعة البحر. ولا كول يعني الفحم، ولا جاز يعني الغاز او البنزين، ولا اويل يعني البترول. طبعا احنا عارفين ان البترول والغاز والفحم التلاتة مصادر طاقة غير متجددة non renewable. لكن الويف اللي هي طاقة الأمواج هي والشمس والرياح من مصادر الطاقة المتجددة renewable energy sources مصادر طاقة متجددة. يبقى الكلمة الصح هي ايه؟ كلمة ويف اللي هي طاقة الأمواج. يبقى الصن ووايند والويف الشمس والرياح والأمواج بنعتبرهم renewable energy sources مصادر طاقة متجددة مهما أخدنا منهم طاقة ما بتخلص. طب نيجي للجملة نمبر 2. بيقول لي ايه؟ farmers like الفلاحين بيحبوا spiders العناكب because يعني عشان they eat هم بياكلوا. هي العناكب بتاكل ايه عشان كده الفلاحين بيحبوها؟ بياكلوا الانسكتس الحشرات، ولا بياكلوا الفروتس الفاكهة، ولا بياكلوا البيردس الطيور، ولا بياكلوا الكروبس يعني الحقل بتاع الفلاح يعني. طبعا العناكب بياكلوا الحشرات عشان كده الفلاحين بيحبوهم. العناكب بتاكل الحشرات عشان كده الفلاحين بيحبوهم. حشرات يعني ايه؟ insects. يبقى الجملة على بعضيها farmers like spiders الفلاحين بيحبوا العناكب because عشان they eat insects هم بياكلوا الحشرات. طب نيجي للجملة نمبر 3. we يعني احنا sometimes في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات بنشوف فلاش يعني ايه؟ فلاش يعني ضوء أبيض كده بيظهر بسرعة وبيختفي بسرعة. احنا بقى بنشوف الفلاش ده بنشوفه فين؟ في الستورم في العاصفة.
ستورم يعني العاصفة. طبعا يا ولاد احنا بنشوف الفلاش ده بيظهر في السماء وقت الرعد، سوري وقت البرق. وقت ايه البرق؟ البرق اللي بنشوفه في السماء ده عبارة عن فلاش بيظهر في العاصفة. طيب بقى برق يعني ايه؟ البرق اللي بنشوفه في السماء ده يعني ايه؟ يعني لايتنينج. لايتنينج تالت كلمة في الاختيارات، لايتنينج ان ستورم، البرق اللي بيظهر في العاصفة. لايتنينج يعني البرق، ان ستورم يعني في العاصفة. طب بقية الكلمات معناها ايه؟ الكتريسيتي يعني الكهرباء، ولا تشوك؟ تشوك يعني صدمة. لايتنينج، لايتنينج يعني البرق، لايتنينج يعني البرق. ووتر يعني المية. طبعا we sometimes see، احنا في بعض الاوقات بنشوف فلاش، يعني الفلاش الضوء الابيض اللي بيظهر بسرعة ويختفي بسرعة، of lightning in storm، البرق اللي في العاصفة. lightning in storm، البرق اللي في العاصفة. طب نيجي للجملة نمبر 4. when، when يعني معناها ايه؟ عندما. طب يا مستر هو مش when دي بمعنى متى؟ متى دي يا ولاد لو جت في سؤال، يعني لو شفنا اخر الجملة علامة استفهام يبقى معناها متى. طب بصوا كده اخر الجملة هنلاقي فيه فاصلة، يبقى تترجم بمعنى عندما. عندما there is، هناك بيكون no water، مفيش مية، in the land، in the land يعني في الارض، لما ما يكونش في مية في الارض it becomes، انها بتصبح ايه؟ لما بيكونش يا ولاد الارض فيها مية، الارض بقى بتصبح ايه؟ بتصبح wet يعني مبلولة، ولا بتصبح دراي؟ دراي يعني جافة، جافة ما فيهاش مية، ولا بتبقى جود يعني كويسة او جيدة، ولا بتبقى فريش؟ فريش يا ولاد لما بتيجي مع المية بتبقى معناها عذبة، ولما بتيجي مع الاكل بتبقى معناها طازة. عذبة او طازة الاتنين ما تنفعش. يبقى الارض لما ما بيكونش فيها مية بتبقى دراي، جافة. دراي جافة. يبقى when there is no water، لما ما بيكونش هناك مية in the land في الارض it becomes، انها بتصبح dry جافة. dry يعني جافة. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال التالت. بيديني 5 كلمات، عايزني احط 4 كلمات منهم بس في النقط اللي موجودة قدامي في القطعة ديت. تعالوا نقرا اول كلمة، كلمة desert. desert يعني الصحراء. desert يعني الصحراء. rain، rain يعني المطر. rain يعني المطر. rivers، rivers يعني الانهار. rivers يعني الانهار. huge، huge يعني ضخم. huge يعني ضخم. تاماريسك، تاماريسك، تاماريسك ده يا ولاد ده نوع من انواع الاشجار، الاغصان بتاعته رفيعة وما بيطلعش غير في الصحراء بس، عشان مش بيحتاج مية كتيرة. يبقى التاماريسك ده شجر الاغصان بتاعته رفيعة، ما بينموش غير في الصحراء، عشان كده ما بيحتاجش لا مية كتيرة ولا مطرة كتيرة. اسمه ايه؟ تاماريسك. تاماريسك، تاماريسك. طب تعالوا بقى نقرا القطعة. in the يعني في agricultural habitat. agricultural habitat. agricultural يعني زراعي او زراعية. habitat يعني بيئة. agricultural habitat يعني في البيئة الزراعية. farmers الفلاحين grow food بيزرعوا الطعام. for لأجل us لأجلنا احنا. to يعني عشان eat ناكل. الفلاحين بيزرعوا الأكل عشان ناكله، لأجلنا عشان ناكله. الجملة اللي بعديها plants يعني النباتات. plants يعني النباتات near بالقرب من ايه؟ and lakes والبحيرات. need بيحتاجوا a lot of water الكثير من المية. هي النباتات اللي بتنمو بالقرب من ايه هي اللي بتحتاج الكثير من المية؟ بالقرب من البحيرات، الليكس، وايه تاني؟ يبقى اكيد من الريفرز الانهار. يبقى اكتب كلمة ريفرز الانهار. يبقى النباتات اللي بالقرب من الانهار والبحيرات هي اللي بتحتاج مية كتيرة. طب الجملة اللي بعديها plants النباتات ذات يعني هذه او هذه للبعيد لايف بتعيش. النباتات اللي بتعيش فين بقى؟
don't need مش بتحتاج لكثير من المية. يبقى النباتات اللي بتعيش فين هي اللي مش بتحتاج لكثير من المية. يبقى اكيد النباتات اللي بتعيش في الديزرت الصحراء. يبقى اكتب كلمة desert. يبقى plants that live in the desert النباتات اللي بتعيش في الصحراء don't need مش بتحتاج a lot of water مش بتحتاج لكثير من المية. الجملة اللي بعديها there is هناك بيكون not يعني مش much الكثير من ايه in the desert. هو في الصحراء ما بيكونش هناك الكثير من ايه؟ ما بيكونش هناك الكثير من rain المطرة. الصحراء ما بيبقاش فيها مطرة كتيرة. not much rain ما فيهاش مطرة كتيرة. يبقى اكتب كلمة rain. rain يعني مطرة. there is not much rain in the desert. الجملة اللي بعديها so لذلك we can احنا بنقدر find نلاقي. يبقى we can find احنا بنقدر نلاقي an acacia plant يعني نبات الأكيشا. أكيشا ده يا ولاد نبات بينمو في الصحراء. نبات اسمه نبات الأكيشا. أكيشا بلانت يعني نبات الأكيشا. and is دايما من النباتات يا ولاد اللي بتنمو في الصحراء نبات الأكيشا ونبات تماريسك اللي هي الشجرة اللي أغصانها رفيعة. التماريسك والأكيشا دايما بيجوا مع بعض لأن هما بينمو في الصحراء. يبقى الأكيشا وإيه تاني؟ التماريسك. يبقى أكتب كلمة تماريسك. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال الرابع سؤال القطعة. تعالوا نقرأ مع بعض. when يعني متى أو عندما. امتى تترجم لمتى؟ لو كان اخر الجمله علامه استفهام. بصوا كده اخر الجمله في علامه استفهام. لا يا مستر ده في فاصله يبقى نترجمها عندما. when عندما داليا بنت اسمها داليا was baby لما كانت طفله صغيره. بيبي يعني طفله صغيره. لما كانت داليا طفله صغيره she played هي كانت بتلعب with يعني مع او blocks يعني المكعبات. يبقى هي كانت بتلعب بالمكعبات. الجملة اللي بعديها she هي but يعني حطت او وضعت one block يعني مكعباية واحدة on a top of another يعني واحدة فوق التانية. top يعني فوق another يعني التانية او الاخرى. يبقى one on a top of another يعني واحدة فوق التانية. يبقى هي كانت بتحط مكعباية فوق التانية مكعباية فوق التانية. الجملة اللي بعديها when يعني عندما she became هي أصبحت older يعني أكبر she started هي بدأت making تصنع things أشياء. لما هي بقت أكبر she started making things هي ابتدت تصنع أشياء. الجملة اللي بعديها she made هي صنعت little house بيت صغير. بيت صغير for لأجل her dog للكلب بتاعها. يبقى هي عملت بيت صغير لمين؟ للكلب بتاعها. and بيت وسرير for لأجل her sister doll للعروسة اللعبة بتاعت أختها. دول يعني العروسة اللعبة sister يعني أختها. يبقى her sisters دول يعني للعروسة اللعبة بتاعت أختها. الجملة اللي بعديها she always هي دايما كانت بتشيل. she always carried هي كانت بتشيل. tab measure يعني شريط قياس. and pencil وقلم رصاص. الجملة اللي بعديها you can انت تقدر call يعني تتصل داليا تتصل بداليا when عندما you want انت تريد to change تغير something شيء ما in your house في البيت بتاعك.
انت تقدر تتصل بليلى عندما تكون انت تريد تغير شيء ما في البيت بتاعك. تعالوا بقى نحل الاسئلة. نبتدي بالجملة نمبر 1. بيقول لي ايه؟ the text يعني النص اللي انت قريته دوت او القطعة اللي انت قريتها ديت talks بتتكلم about يعني عن ايه؟ هو النص اللي احنا قريناه ده كان بيتكلم عن ايه؟ عن داليا سيستر يعني عن اخت داليا، ولا عن داليا يعني عن داليا نفسها، ولا عن منى، ولا عن هبة؟ طبعا النص اللي احنا قريناه ده كان بيتكلم عن مين؟ عن داليا، يبقى اكتب داليا. نيجي للجملة التانية. داليا always carried يعني داليا دايما بتشيل. هي داليا كانت دايما بتشيل ايه؟ بتشيل دول يعني عروسة لعبة، ولا بتشيل دوج يعني كلب، ولا كانت بتشيل تاب ميجر يعني شريط قياس، ولا كانت بتشيل بن قلم جاف؟ طبعا داليا always carried، داليا كانت دايما بتشيل تاب ميجر شريط قياس. نيجي للجملة نمبر 3. بيقول لي ايه؟ دو طالما جت في اول الجملة يبقى معناها هل. طالما جت في اول الجملة يبقى معناها ايه؟ هل. do you think هل انت تعتقد؟ think يعني تعتقد او بتفكر. think يعني تعتقد او بتفكر. do you think هل انت تعتقد داليا ان داليا in the future يعني المستقبل. هل انت تعتقد ان داليا في المستقبل كان تقدر work تعمل as يعني كايه؟ electrician يعني كهربائية، or ولا architect ولا مهندسة معمارية؟ تفتكر انت داليا في المستقبل، داليا اللي بتشيل دايما ايه؟ بتشيل شريط قياس وكانت دايما بتلعب بالمكعبات. تفتكر في المستقبل لما تكبر هتكون ايه؟ هتشتغل كايه؟ كالكتريشن كهربائية، ولا اركيتكت مهندسة معمارية؟ طبعا an architect. يبقى اكتب كده an architect مهندسة معمارية. نيجي للجملة نمبر 4. what يعني ما او ماذا، did داليا يعني ماذا داليا make تصنع for لأجل her dog. هي داليا عملت ايه او صنعت ايه لأجل الكلب بتاعها؟ اكتب له little house بيت صغير. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال الخامس. بيديني كلمة بين القوسين، بيقول ان الكلمة دي غلط، انت اكتب له الكلمة الصح. عايزك تكتب له ايه الكلمة الصح. بص يا ولاد، في قواعد كده، كام قاعدة لازم نكون عارفينها. لو لقينا اول كلمة جاية بعد الكلمة اللي بين القوسين على طول، يعني بين القوسين بيكون موجود الكلمة اللي تيجي بعد القوسين على طول لو كانت كلمة تو احط على طول كلمة next. لو الكلمة اللي جاية بعد القوسين على طول كلمة تو احط على طول كلمة ايه؟ next. طيب ايه حاجة تانية يا مستر؟ بص يا ولاد، لو كانت كلمة ذا وبعديها نقط في الجملة، احط الكلمة اللي بين القوسين زي ما هي، بس احذف الواي اللي فيها واحط IST. طب الكلمة اللي هنا ايه؟ بيزي، يبقى احط كلمة بيزي بس احذف الواي واحط IST يبقى busiest. طب ايه تاني يا مستر؟ لو لقينا بين القوسين كلمة and احط كلمة but. لو لقينا بين القوسين كلمة and احط كلمة ايه؟ but. طب ايه تاني؟ لو لقينا بين القوسين كلمة most احط كلمة more. لو لقينا بين القوسين كلمة most احط كلمة ايه؟ more. تعالوا بقى نطبق القواعد دي على الجمل اللي قدامنا. نبتدي بالجملة نمبر 1. بيقول لي there is هناك بيكون hotel يعني اوتيل نقط to my school يعني مدرستي. يا مستر احنا لقينا تو اهو جت على طول بعد القوسين، وانت قلت لنا لو جت تو بعد القوسين على طول احط كلمة next. اكتبوا كلمة next يبقى next to my school. يبقى هناك اوتيل بالقرب من next to بالقرب من my school بالقرب من مدرستي.
طب نيجي للجملة التانية. our street. street يعني الشارع. our street يعني الشارع بتاعنا. is بيكون ذا ايه؟ اهي يا مستر ذا اهي جت وبعديها جت نقط على طول. ذا اهي جت وبعديها نقط على طول. طالما ذا وبعديها نقط على طول احط الكلمة اللي بين القوسين زي ما هي، بس احذف منها حرف الواي واحط ايه؟ اي اي اس تي، تبقى كلمة busiest. تبقى كلمة busiest one. يبقى شارعنا هو اكتر شارع مزدحم او اكتر شارع مشغول مزدحم يعني. نيجي للجملة الثالثة. I like burgers يعني انا بحب البرجرز. نقط. I only انا فقط eat باكل واحدة week اسبوع، يعني واحدة في الاسبوع. انا بس باخد واحدة في الاسبوع. يا مستر انا لقيت بين القوسين كلمة and وانت قلت لي لو لقيت كلمة and اكتب but، يبقى اكتب but اللي هي معناها ولكن. يبقى انا بحب البرجر ولكن انا فقط باكل واحدة في الاسبوع. يبقى لو لقيت كلمة and حط كلمة ايه؟ but. نيجي للجملة الرابعة. تايجرز. تايجرز يعني النمور. عارفين النمر؟ النمر جماعة ايه؟ نمور. تايجرز النمور بتكون ايه؟ dangerous خطيرة than من cats. cats يعني القطط. طب ماشي يا مستر انا لقيت كلمة most جوه القوسين. لو لقيت كلمة most اكتب more. لو لقيت كلمة most اكتب ايه؟ اكتب more. برافو عليكم. يبقى النمور اكثر خطورة من القطط. نيجي للسؤال السادس، سؤال البانكتويت. بيقول لي that is هذا بيكون ميل كارير. ميل كارير يعني ساعي البريد، وحاطط ابوستروف اس، دي ابوستروف الملكية، يعني الحاجة اللي تيجي بعديها تبقى ملك ساعي البريد. باج. باج يعني شنطة، يبقى شنطة ساعي البريد. هذا او هذه بتكون شنطة ساعي البريد. هي دي جملة عادية ولا سؤال؟ دي جملة عادية. يبقى اول حاجة اكتبها يا ولاد، اول حرف في الجملة اكتبه كابيتال، واكتب بقية الكلمة زي ما هي، واكتب بقية الجملة كلها زي ما هي، واكتب في الاخر نقطة. دي علامات الترقيم. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال السابع، سؤال الباراجراف. بيقول لي اكتب لي باراجراف عن ريم جازالز. ريم جازالز يعني عن غزلان الريم. وبيقول لي وانت بتتكلم عن غزلان الريم اكتب لي، اتكلمني عن الصحراء ديزرت، عن الصحراء الكبرى. ما انا عارف ان غزلان الريم بتعيش في الصحراء الكبرى، يبقى اكتب له كده بالانجليزي. وبيقول لي اتكلم لي كمان عن اللونج هورنس، عن القرون الطويلة. لونج هورنس عن القرون الطويلة. ايوه ما انا عارف ان غزلان الريم لديهم قرون طويلة. تعالى بقى نكتب باراجراف. اول سطر طبعا تسيب فيه اول حته فاضيه، وبعد كده نقول له ايه؟ ان غزلان الريم شكلهم جميل. غزلان الريم شكلهم جميل. نكتبها ازاي؟ امسك القلم معايا. انا عايز اكتب ان غزلان الريم شكلهم جميل جدا، يبقى اكتب ريم جازلز. غزلان الريم شكلهم يعني ايه؟ لوك يعني شكلهم، يبقى ريم جازلز لوك جميلة جدا يعني ايه؟ very beautiful. واحط نقطة. طب انا عايز اكتب ان هم بيعيشوا في الصحراء الكبرى. اكتبها ازاي؟ هم يعني زي، بيعيشوا يعني live، يبقى زي live هم بيعيشوا في الصحراء الكبرى يعني ايه؟ in the Sahara Desert، في الصحراء الكبرى. وخلي بالكم اول حرف في الجمله اكتبه كابيتال، وكلمه الصحراء ديزرت اول حرف فيها صحراء اكتبه كابيتال، وديزرت اول حرف فيها برضو اكتبه كابيتال. طب عايز اقول هم لديهم قرون طويله ودان كبيره. مش غزلان الريم لديهم قرون طويله وودان كبيره؟ طيب هم يعني ايه؟ اكتب زي. لديهم اكتب هاف. قرون طويلة long horns. عايز اقول ودان طويلة
اقول and big ears and big ears. يبقى they have long horns and big ears. طب عايز اكتب جملة كمان، عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان هم لديهم طبقة خارجية اصفر فابيض. طيب هم يعني ايه؟ اكتب زي لديهم، اكتب have طبقة خارجية اصفر فابيض، اكتب ايه؟ اكتب يلو شرطة وايت كوتس، طبقة خارجية اصفر فابيض. عايز اقول التي تحميهم من الشمس. التي يعني ايه؟ اكتب which يعني التي تحميهم. protect them يعني تحميهم. من يبقى اكتب from. الشمس يعني ايه؟ the sun. protect them from the sun يعني تحميهم من الشمس.